جت معاهم شوطه من ساديو ماني اللي معرفش جت في ايده ولا لا، ما علينا. وعلامات استفهام برضه على التحكيم، احنا كنا ادائنا سيء معاك، بس ادينا حق. الحكم ده عامل زي بكاري جسامه كده، اللي هو ايه، بيحجمك. اي لمسه ليهم يحسب علينا فاول، وهم فاولات كتير وحاجات كتير مشكوك فيها ما بيحسبش وحاجات كده. والراجل رفع الرايه في هجمه خطيره للمنتخب، تمام، ومشكوك فيها اصلا. يعني انت المفروض بتعمل ديلي، تستنى لغايه ما الهجمه تخلص وبعد كده ارفع الرايه، حامل الرايه. فحاجات غريبه جدا طبعا. واداء التحكيمي في البطوله بصفه عامه عليه علامات استفهام كبيره جدا. فرق كتير اتظلمت في البطوله بسبب الاداء التحكيمي. ايا كان بقى، احنا مستوانا ماشي كان سيء، بس ادينا حقنا. بغض النظر النتيجه النهارده طبعا مخيبه للامال، لكن نبني على اللي احنا وصلنا له. احنا المنتخب ما كانش حد يتوقع ان هو اصلا يوصل نص النهائي، بس الحمد لله. نركز على مباراة الثالث والرابع ان شاء الله، اللي هتكون يوم السبت 17 يناير زي ما قلنا، هتبقى الساعة 6 مساء. ان شاء الله باذن الله التوفيق للمنتخب في مباراة الثالث والرابع الفترة الجاية. واتمنى طبعا الناس اللي بتزيط والهجوم على المنتخب، احنا لسه في قدامنا مباراة بتاعت الثالث والرابع، فنهدى كده تمام وندعم الناس. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.